وخد بالك، الوعي الحقيقي مش انك تشوف كتير، الوعي الحقيقي انك تشوف بوعي. السؤال اللي بجد بقى اللي لازم تسأله لنفسك، هو انا هفضل جوه الدايرة ولا عايز اطلع منها؟ الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنه بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. اللي بتشوفه مش صدفة. خليني أسألك سؤال، ما جاش في بالك مرة ليه دايما اللي بيطلع لك على السوشيال ميديا شبهك، مش مختلف عنك، مش عكسك؟ أيوة شبهك أنت. في الأول بتفتح الموبايل، فيديو بيشدك، بعده الفيديو التاني، بعده التالت، بتحس إن كل حاجة على مزاجك، صح؟ طب ده ما يقلقش. في مرة حد قال لي جملة ما راحتش من بالي، قال لي أنا كل مرة بتفرج على الفيديوهات بتأكد اللي في دماغي وبتقوي رأيي. الجملة دي بالنسبة لي ما كانتش جملة عادية. خليني أكون صريح معاك، السوشيال ميديا مش معمولة عشان تعرض لك كل الآراء ولا عشان توسع زوايا رؤيتك. السوشيال ميديا معمولة عشان حاجة واحدة بس، إنك تقعد. أول فيديو وقفك 5 ثواني اتسجل، أول بوست عملته لايك اتسجل. الحاجات اللي ضايقتك، اللي فرحتك، اللي عصبتك، الحاجات دي كلها معمول لها دايرة اسمها دايرة اللي شبهك. بتحس فيها انك مرتاح، بس خد بالك الراحة دي ليها تمن. واعرف ان مش كل اللي بتشوفه هو الحقيقة، ومش كل اللي متشاف هو الرأي الوحيد. لما بتشوف رأي واحد طول الوقت، ده مش معناه انه صح، ده معناه انك محبوس جوه دايرة. انا نفسي وقعت في الدايرة دي، كنت فاكر اني فاهم وكنت فاكر اني واعي، لحد ما اكتشفت ان كل اللي بشوفه متفصل على مقاسي. مش مطلوب منك انك تشك في كل حاجة، مطلوب منك انك تفهم العلاقة عشان الاختيار يكون منك مش عنك. وخد بالك، الوعي الحقيقي مش انك تشوف كتير، الوعي الحقيقي انك تشوف بوعي. السؤال اللي بجد بقى اللي لازم تسأله لنفسك، هو انا هفضل جوه الدايرة ولا عايز اطلع منها؟ خد بالك، الخروج من الدايرة مش زرار بدوس عليه ولا تطبيق بحذفه. الخروج هو قرار بتاخده كل يوم. اقصد انك تشوف رأي مختلف عن رأيك، مش علشان تقتنع، علشان تفهم. العقل اللي ما يسمعش غير صوته يفتكر نفسه صح وصاحبه تايه. خد بالك، انت مش مجبور تكمل الفيديو ولا تستهلك كل اللي بيتقدم لك. خد بالك، اهم زرار في السوشيال ميديا هو زرار الخروج. الدايرة معمولة بإتقان علشان تحبسك، بس مفيش دايرة من غير باب، والباب ده اسمه الوعي. اختيارك انك تفضل جوه او تطلع بره، ده قرار بتاخده بنفسك. والسلام.